أقول لك يا فندم نهبنا، يا فندم قهرنا، يا فندم انصفنا يا فندم. استغل غيابي واستغل إننا بالسجن وجه زورنا، وأنا وثقت يا فندم، لكن والله لضحي له بساعة واخسر له ورجع حقي. ولا افتهم لي حاجة من أبو ناشر، ما في إلا الشنب حقه نزل لا عند رقبته. طيب يا أبو ناشر اهدى وفهمنا ايش الموضوع، ما عمل لك الطويل. تتكلم على الهدوء يا فندم، لكن لو أنت بموقفي والله إنك مجنون خالص. طيب تمام يا أبو ناشر، اهدى، ما هو موضوعك، ما عمل لك الطويل. يا فندم هذيك اليوم زارنا للسجن، زارنا هو الأصلع، وبعدين يا فندم لعب علينا وعلى الحارة كله، وقال إنه شاف اسماء أنا بالآخرة. المهم الموضوع طويل، لكن المهم بالموضوع يا فندم قال شعمل لنا صدقة جارية ويشتي مننا من 100,000. قلت له خلاص روح للبيت لقيت ابني السلتوح ابن السلتوح، الدانق ابن الدانق، الدنكلي ابن الدنكلي. قال ما شرطش ابنك يدي لي فلوس، لازم تعطينا أمارة، والفلوس يا فندم كان بالشنطة. أنت معي يا فندم ولا معاهم؟ معك يا أبو ناشر، اسمعك كمل. أيوة. بعدين يا فندم راح له عند ابني الدنكلي ابن الدنكلي، قال له أبوك حول لي بالشنطة والأمارة حقي الرمز كذا كذا كذا، وابني السلتوح ابن السلتوح قابل الشنطة كله، وداخله ضماري يا فندم، داخله 1,000,000 يمني و1,000,000 دولار. ما دام هذه المبالغ وباليمني وبالدولار وملايين، فرصتك يا فندم، والله إن فرصتي هذه القضايا اللي أنا أدور عليه من زمان. أين سرحت يا فندم؟ أنت معي ولا معاهم؟ لا معاك يا أبو ناشر، الله المستعان. اجلس مالك واقف. خلنا واقف، أنا حالف يمين مجلس إلا وقرقعت حقي من الطويل. لا يا أبو ناشر، اجلس يا أبو ناشر، اجلس، خلي احنا نتفاهم حول القضية هذه، ولا يهمك إلا أرجع لك حقك من الطويل وأقر للسجن قر. شوف يا فندم أنا واثق بك، أنا حبستنا سنة علشان قضية الحق حسن، بشوف إنك بتنصفنا وتوقف معي بالمشكلة حقي هذه. الله المستعان يا أبو ناشر، هذا واجبنا، وإحنا نطبق النظام والقانون وننصف المظلومين، ولا يهمك. بس يا أبو ناشر بتخسر لك قليل فلوس، لأنه أنت تعرف يعني طلعات نزلات حركات ملاحقات، وبتصرف شوية فلوس وأنت طيب وإحنا نستاهل. ما أناش متفاجئ، والله ما أنا متفاجئ، كله بالفلوس، زمن أخبار، لكن سهل والله لو أخسر لك يا طويل ساعة. مالك سكتك يا أبو ناشر؟ ولا يا فندم ولا، أقول لك يعني مش تنصفناش من الطويل يا رجال. الحاج حسن وقفت معه ولا شليت منه حاجة. يا حق حسن، ما حد عارف إنك ظليتنا أنت وبنتك بسبب الحب، لكن بالأخير خرجنا من السوق عطل. لا إننا لقينا الحب ولا لقينا فلوس. يا فندم بيش تفكر؟ ولا شلت منه ريال. ما نقول لك إننا ما شلتش منه فلوس، بس هو كان ما يتكلمش، ما يشتيكمش تعرفوا إننا شل منه فلوس وإنه يخسر. وبعدين يا أبو ناشر، وين بهذا الزمن في حاجة نقدر ننجزها بدون فلوس؟ أنت ما سمعتش الأغنية اللي تقول له كله بالفلوس حبي بالفلوس.
عاد أنا ما سمعتش هذه الأغنية، لكن من خلال تجاربي بالحياة والمواقف أعرف إنه ما بش حاجة إلا بالفلوس. ولا يهمك، ولا يهمك يا أبو ناشر، إلا نوقف معك ونوقد الطويل، نشوف وينه نزقه بالسجن، ونشوف القضية كيف ندرسه، ولا يهمك إلا حقك يرجع لك إن شاء الله. اتحمس الفندم لما قلت له خلاص طيب شندي فلوس. تمام يا أبو ناشر. خلاص تمام يا فندم، وكله بالفلوس، كله بالفلوس. يا أبو ناشر، يا أبو ناشر، شخدمك بعيوني، بس أنت تعرف يعني الفلوس مهمة. عسكري يطلع عسكري ينزل، والطويل هذا أنت تعرفه مصيبة، إيش نلاحق بعده وش يتعب إحنا. أنا لما واحد قد يقول لي مع مشكلة مع الطويل يوقف شعر راسي. خلاص تمام يا فندم، صدقتك، رغم انه ولا معك شعر براسك اصلا عملاس، لكن ها كمان راكن عليك. ولا يهمك يا أبو ناشر، أبشر، ولا يهمك، أنت روح، وإحنا بنشوف مهمتنا بأنفسنا، ومتى ما قبضنا على الطويل بنتصل لك تحضر. الله الله، قسم بالله وقع قهر لما تخرج فلوسك، لما تخرج فلوسك لعدوك ينهبك باطل. ويا رب أنت تعلم حالتي يا الله، أنت تعلم أن أنا أخرج هذه الرزمة الفلوس أنت من الخزنة مثل لنا، أنت قلبي. انتقم لي يا الله من الثعلب هذا اللي يتهبش له فوق الناس. يا رب يا الله عوضنا يا ربي، وانتقم لي من الثعلب. صح يا ربي إنك ترمي الظالمين بالظالمين، لكن يا رب سلط على معبس من يضربه يكسره يزكمه يلطمه عادي، إلا الفلوس يا رب. صح يا ربي، صح إننا أنا مكاننا ظالم وأنت سلطت علي أظلم مني. صح أنا ظالم ونصبت على أهل الحارة وأخذت الفلوس منهم حق تقساسة، بس أنا جبت لهم تقساسة. يا رب لن تعاقبنا، عاقبنا بالآخرة عادي، لكن إننا أخرج فلوس من الخزنة حقي، والله إنه باطل، والله إننا قلبي يوقعنا. ليتو الثعلب يمسكنا ويدينا ضربة يضربنا، لكن لما يكسر لي قشائبي عادي والله مش أزعل، لكن يخلنا أخرج له 200,000 باطل وقلبي الله قلبي. لكن ربي عوضنا حصل لي واحد من أهل الحارة أشكأه 200,000 ولا 300,000 حق تقساسه، إلا ما حصل لي واحد وأعوض خسارتي. يحفظك ربي يا ابني يا قعبوس، توصل بالسلامة إن شاء الله. يا فرحتك يا أم قعبوس، آخر عمرك تشوفي ابنك عريس. ما بو سلامة يا أم قعبوس، إيش في إيش حصل؟ أزغرد لي ابني قعبوس يا أبو قعبوس. وهذه زغرودة، هذه زغرودة يا أم قعبوس، فقعتينا، فكرت هذه سيارة تطفى، أنا قلت الدفاع المدني الله على مين أبو حريق، ما هو هذه من زغروطة. بالله عليك ما عجبتكش يا أبو قعبوس؟ خلاص بسمعك مرة ثانية. لا بالله عليك لا، خلاص قد سمعت عجبتنا. والله ما عجبتك يا أبو قعبوس، والله إنك تجاملني. قل بالصدق عجبتك ولا لا؟ بدون مجاملة يا أبو قعبوس، أمانة عليك، عجبتك الصغروطة ولا؟ شوفي يا أم قعبوس، أنت قلتي لي أمانة وبدون مجاملة. يا أم قعبوس أنت ما تلبق عليك الحاجة الرومانسية ولا الزغاريد ولا شيء،
أنت حق مشارعة وصياح ومشاكل، يعني بالمختصر لنتيش تجنني فوق أبو قعبوس، يعني تصيحي تشارعي، هذه شغلتك وهذه اللي تصلح ليك. اسمعوا اللي بكر يضبح بي من الصبح، مش خلاني أفرح بابني. أيوة يا أم قعبوس، هذه اللي تلبق عليك، هذه الآن تمام. النغمة هذه حلوة عجبتنا، أمانة وصدق، هذه النغمة حقيق. أما الزغاريد والحاجات هذه الرقيقة، هذه يعني ما هي شغلتك ولا تصلح لك، خلاص فات عليك. أبو قعبوس تعال هنا قدامي يا أبو قعبوس، تعالني بحاجتك، قال لك هذه الأشياء الرقيقة ما تصلحش، تعال جلس لاق ومرجعك رقائق سمبوسة. إلا والله ايش تعملي، هذه يا صديقي كبير على طول. أول مرة أستخدم الصراحة مع أم قعبوس، وهو ما يصلحش معي صراحة هذه، لأنه تقلب عداوة. شوف يا أبو قعبوس، شوف. ما بو أيش أشوف؟ ما بو يا أم قعبوس، ولا أشوف حاجة، أشوف السقف. شوف اللي بكر يا الضيرة، فأقول لك شوف لعندي. ما بو يا أم قعبوس، ما بو مليه. أنا فكر إنك تقولي لي أتوشري لي جنب السقف. اسمع يا أبو قعبوس، ابنك عريس، وإيش رأيك يعني تخلي يروح لهنا للبيت هذه القديمة والفراشة القديمة والأثاث القديم؟ يا لطيف الطف بنا بما جرت عليه المقادير. أيوة يا أم قعبوس. تقوم تقرش الأثاث هذه وترقم به ولا تتبرع به لأي مسكين، وتقول بهذا الصبغ القديم والنقفات هذه القديمة والديكور هذا تغيره كله. وانتي برضو أغيريك يا أم قعبوس؟ ما هو يا أبو قعبوس؟ قصدي وانتي والكل بتساعدينا نغير الأثاث والديكور هذا، ولا لحالي؟ أني وش دخلني يا أبو قعبوس؟ هذا عليك أنت، هذا ابنك اللي تتزوج، لازم الناس يدخلوا البيت يشوفوا بيت مرتب ونظيف وجديد. يا أم قعبوس، طيب بس عندي سؤال. ما أبو أسئلة يا أبو قعبوس. ليش يا أم قعبوس لما يكون بو حاجة بين فائدة من ابنك قعبوس وحاجة في بمصلحة ليك تقولي ابني قعبوس، ابني الله يحفظه، لكن لما يكون بو حاجة بين خسارة ودارية إنه ما منش فائدة تقولي ابنك قعبوس يا أبو قعبوس؟ بدون كثرة كلام يا أبو قعبوس، الخبر معك، تقوم الآن تبدأ بالعمل. الآن أنت من قدك تتكلمي يا أم قعبوس، وأنت عارفة إن أبو قعبوس ما معش بجيبه ولا ريال، مش تحملونا ليش؟ كما شقلب لكم العين الحمراء. يا أبو قعبوس، والله وقدك تهنجم، قمعك عين حمراء الآن، والله لا قوم أقلبك من فوق الكرسي وأقلبك الدرج، منزل وأشوتك من الباب وأقفل عليك ما تدخل بيت. مدحين ابن قعبوس يجي شاع من نثر وهنجم وأعمل لنفسي شخصية، وهوش يصلح بيننا زي ما كان يصلح زمان. تسمع ولا يا أبو قعبوس؟ لكن كثرتي يا أم قعبوس، كمان أتحملك من زمان، أنا اللي شطردك من البيت مش أنتي. والله أبو قعبوس طلع له آذان، طلع له قرون، والله لخنقك. احترمي نفسك يا أم قعبوس. تهددني أقول لك فكي، مش أتحمل بظلمي كله. خلني اشوف من يتصل وبرجع لك. الو، السلام عليكم، كيف حالك يما؟ وهو لازم انت يا قعبوس، ليش ما طلعش اسمك؟ هذا رقم جديد يما، قطعته ضحين، رقم يمني. الله يحفظك يا ابني، اينك انت؟ الله يوصلك بالسلامة. امين يما، انا بمارب. اقول لك انا نسيت ما اكلمك، قلت لي بتخلي ابي يغير الأثاث ويصبغ البيت يصلح. أيوة بيصلح يا ابني، ولا يهمك انت، ولا تهم. لا يما، مش هذا الخبر أقول لك، ولا يعمل حاجة، خلونا لما روحنا، أصلا كل شيء على حساب أبو ناشر. أدخل أبو ناشر بالموضوع يا ابني. عليك يما، أنا لما أوصل عندك بكلمكم بالموضوع كامل. أصلا أبو ناشر عم الحاج حسن خرجه من السجن على أساس إنه أدبوا إنه يتحمل تكاليف الزواج حقي أنا والحاج حسن. المهم ولا تعملوا حاجة،
لما نروح أنا وأشوف إيش نحتاج ونسجل بورقة وندي لأبو ناصر وهو بيدفع. أنا فدالك يا ابني يا قابوس، خارجتنا من أول نثرة، أنا فدالك. ما تقول يا ابني يا قابوس، الحق حسن إيش الزواج؟ أيوة يا أما أيوة، خلاص المهم أنا لما أوصل بعدين بنتكلم بكل المواضيع. هاي هناك يا حق حسن، ربي خارجك وشل من قدامك، والآن تخضر على قلبك بمرة جديد يا رب. يلي خارجت الحق حسن خارجنا، شل هذه الصياد من قدامي. يلا يلا تمام يا ابني، انتبه على نفسك الله يحفظك. يلا مع السلامة يا أما. ابتسم، ربي خارجك هذه المرة، لكن مش كل مرة تسلم القرة، والله قدك الله تقلب صوراك. لو أنتي تبتسمي لي ووجهك كذا ينور مثل ما ينور لما يتصل لك ابنك قابوس، إننا أنا وأنتي عايشين بسعادة ما بش حد مثلنا. أقول لك يا أبو قابوس، هذا الوقت مش وقت الصياح. الآن خلاني استقبل ابني قابوس وافرح به، وبعدين شجمعهن لك كل النثرات حقك لما يخلص يتزوج قابوس، وبعدين شخرجهن لك مرة واحدة يا أبو قابوس. اليوم اتصل قابوس فارع عليك، ولا والله كنت كل خنقاك أدي أجلك. أسأل ربي يخارجنا مني كاللي خارج الحق حسان في خارجنا. أمانة كان مسكانا بالمغراد، خنقانا خنقه، أمانة عيوني قتناك عين.